شيء أنا كنت متخوف قبل ما أنزل، نفس الأسئلة كنت أسأل الناس الموجودين هون. هلأ الناس الموجودين برا عم بيسألوني نفس الأسئلة، وبصراحة أنا رح أجاوب، لأنه أنا كنت بتمنى الناس اللي جاوبوني يجاوبوا بكل شفافية وبكل صراحة، لأنه أنا نزلت بناء على معطيات، وهالمعطيات كانت مختلفة جدا. أول شغلة كان في كتير تخويف من الوضع الأمني. أنا صار لي شهر و10 أيام طلقة واحدة ما سمعت. كان في تخويف كتير من السرقة والنهب. لحد الآن أنا ما شلت ولا شيء. الغلا صحيح موجود. الحياة رايقة، يعني فيكم تقولوا نحن هلأ حاليا ب 2011 أو 2010، لكن البلد شوي تعبانة، الشعب شوي تعبان. في نقلة نوعية، في فرق شفته من أول ما جيت لحد هلأ. في كتير فرق من ناحية المحلات اللي عم تفتح، البيوت اللي عم تترمم، الشوارع اللي عم تفتح. يعني في خلال الشهر و10 أيام اللي كنت فيهم، اللي أنا موجود فيهم هون، في كل نهار شيء جديد عم شوفه وعم لاحظه. يعني ما انه نحن عم نرجع عنارية لورا، لا نحن لقدام، لكن ممكن تكون خطوات شوي بطيئة، ممكن هذا شيء. بس انه اذا عملت مقارنة من اول يوم جيت واليوم، ففي كتير فروقات صارت على النفس الطويل شوي. هاي شوية ملاحظات. اذا في عندكم كمان اسئلة فيكم تسألوها في التعليقات.